حكايتنا النهاردة عن شاب طموح ما كانش بيحلم إن هو يكون قائد للجيش بس، لأ ده كان بيحلم إن هو يحكم العالم كله. والشخص ده هو نابليون بونابرت، بس اللي ما كانش يعرفه إن نهاية حلمه ده هتكون في مصر. قبل ما يجي مصر نابليون كان عامل شوية عظمة في أوروبا، كان لسه خارج من إيطاليا وكسب حروب ما كانش حد يتوقع إن هو يكسبها. كان لسه في عز شبابه 29 سنة، لكن المؤرخين كانوا بيتكلموا عنه إنه بطل زمانه. هو أصلا من جزيرة كورسيكا، كان بيعاني من عقدة النقص بسبب إن أصله مش فرنسي، وده خلاه دايما عايز يثبت حبه لبلده وإنه بينتمي ليها. الحقيقة فرنسا كانت في حالة حرب مع كل الملوك في أوروبا، ونابليون كان عارف إنه عشان يحكم أوروبا لازم يكسر ظهر بريطانيا. لكن بريطانيا كانت محمية كويس بالمحيط الأطلسي. وقتها فكر نابليون بمنتهى البساطة إنه مش هيقدر يضربهم في لندن، لكن يقدر يضربهم من ناحية تانية توجع أكتر، وهي تجارتهم، بمعنى أصح يقطع تجارتهم مع الهند. وعشان يعمل كده كان لازم يجي مصر، لأن هي مفتاح الهند، ولو نجح إن هو يسيطر عليها هيقدر يقطع طريق التجارة الحيوية على بريطانيا. نابليون ما كانش عايز يجي مصر عشان يحتلها عادي، لأ ده كان شايف نفسه خليفة الإسكندر الأكبر، كان عايز يربط مجده بمجد مصر. وهنا التفصيلة العبقرية، نابليون ما بعتش معاه قادة عسكريين بس، لأ ده جاب معاه 160 عالم في كذا مجال زي الفلك والكيمياء والرسم والهندسة واللغة. نابليون جاي عشان يحتل ويستكشف ويعيد اكتشاف مصر كلها. العملية كلها كانت سرية جدا. نابليون جمع 35 ألف جندي و400 سفينة ضخمة. محدش في فرنسا كلها كان يعرف هو رايح فين أساسا. كان الهدف إن هو يتوه الأسطول البريطاني وما يعرفش طريقه. وبالفعل طلعت الحملة من ميناء طولون، والأسطول البريطاني بقيادة نيلسون كان بيطارد الأسطول الفرنسي. بس نابليون كان سابق بخطوات بسيطة، ووصل الأسطول الفرنسي عند سواحل الإسكندرية في يوليو 1798. والحقيقة إن نابليون ما كانش عايز يضيع وقت، نزل بجيشه في الإسكندرية بسرعة قبل ما المماليك يجهزوا وقبل ما الأسطول البريطاني يكتشف مكانه. واجهوا مقاومة ضعيفة بقيادة حاكم الإسكندرية وقتها، وتم السيطرة على المدينة بالكامل، وتم إعدام الحاكم. بعد كده كانت البداية عنيفة وسريعة جدا. وأول حاجة عملها نابليون إنه بدأ يوزع منشورات على المصريين مكتوبة بالعربي. نابليون قال إنه جاي عشان ينقذهم من ظلم المماليك، وإنه بيحترم الإسلام، وإنه صديق للسلطان العثماني. والحقيقة إن نابليون كان عايز يبان على إنه مصلح إسلامي مش كغازي أوروبي، لكن المصريين شافوا اللي محدش شافه من زمان، جيش غربي ضخم بيحتل بلدهم. والصدمة كانت من ناحيتين، جالك احتلال أجنبي فجأة، وطلعت ادعاءات دينية غريبة. وبعد ما نابليون خلص أول مهمة في الإسكندرية، خد الجيش بتاعه وطلع على القاهرة في عز الصيف. الجنود اللي كانوا متعودين على عيشة أوروبا والأجواء بتاعتها تعبوا نفسيا جدا في الصحراء المصرية. الجو صعب مع الجفاف ولدغات العقارب والهجمات المستمرة من البدو والمماليك. وهم ماشيين كانت البدو تطلع عليهم تحدفهم بكام سهم يوقعوا كام جندي ويختفوا فجأة. نابليون نفسه وقتها كان بيحاول يشجع جنوده عشان يكملوا الرحلة المتعبة دي. أما المماليك وقتها كانت تحت قيادة مراد وإبراهيم، كانوا بيحكموا مصر كويس جدا، كانوا بيعتمدوا على الخيالة اللي كانوا متدربين كويس في ظروف صعبة. المماليك شافوا إن الحملة دي زي شوكة سهلة كده وهيقدروا يصدوها، زي ما عملوا مع أي حد حاول يدخل بلدهم. والحقيقة إن دي كانت غلطتهم الكبيرة. ولما الجيشين اتقابلوا في منطقة إمبابة، نابليون أمر جنوده إنهم يتكونوا في شكل مربعات ضخمة. المماليك كانوا بيشوفوا الجندي الفرنسي في وسط المربع ده زي مسمار في صندوق كده. والحقيقة إن المماليك بدأت بشكل سريع جدا مش متوقع، بس اصطدموا بضرب النار من الجنود المنظمة. كانت مذبحة حرفيا. المماليك اتهزموا وهرب مراد للصعيد وإبراهيم للشرق. ودي كانت حاجة متوقعة جدا، لأن الجيش الفرنسي كان بيهاجم بالمدافع وبيهاجم بالبنادق، لكن في نفس الوقت المماليك كانوا بيهاجموا على الأحصنة وكانوا بيهاجموا بالسيوف. فدي كانت نتيجة متوقعة جدا. وينجح نابليون إن هو يدخل القاهرة زي فاتح ليها، وعمل محاولات عشان يبان فيها إنه صديق للمسلمين، زار الأزهر وسمح للعلماء إن هم يكونوا بحريتهم بس مش قوي يعني. وبعد شهر واحد بس من دخول القاهرة، نيلسون اللي هو قائد الأسطول البريطاني اللي طلع عشان نابليون من الأول، قدر إن هو يكتشف موقع الأسطول الفرنسي في خليج أبو قير. قام ضارب كل سفن الأسطول الفرنسي تقريبا، ودي كانت كارثة. الجيش الفرنسي في مصر بقى مسجون، مفيش أي إمدادات، مفيش دعم، ومفيش عودة لفرنسا. حلم نابليون إن هو يسيطر على الشرق ابتدى إن هو يتحطم خالص.
نابليون أسس الديوان العام اللي كان بيضم كبار شيوخ الأزهر وعلماء مصر عشان يساعدوه في الإدارة. كان بيحاول يظهر حكمه على إنه حكم شراكة مش احتلال. بس في نفس الوقت العلماء الفرنسيين بدأوا يشوفوا شغلهم بقى، يقيسوا نهر النيل، يرسموا خرايط، يكتشفوا الآثار، ومن هنا اكتشفوا حجر رشيد اللي فتح كل أسرار الحضارة المصرية القديمة. بس الشعب المصري كان خلاص زهق، فهم إن نابليون ده محتل، زود عليهم الضرايب وبقى بيتدخل في حياتهم اليومية بشكل يضايق. طلعت مقاومة القاهرة الأولى، وكانت بقيادة علماء وشيوخ الأزهر. كانت مقاومة شعبية شجاعة الحقيقة. نابليون وقف المقاومة دي بشكل عنيف جدا، واستخدم المدفعية وعدم كتير من القادة. وصل الموضوع لدرجة إن الجنود الفرنسيين دخلوا الأزهر بالخيول بتاعتهم، ودي كانت إهانة دينية كبيرة أوي للمصريين، وأكد إن نابليون بالفعل محتل. نابليون عرف إن السلطان العثماني اللي هو العدو الأساسي بتاعه بيجهز جيش عشان يبعته من الشام لطرد الاحتلال من مصر. نابليون وقتها شاف إنه يهاجم العثمانيين في أرضهم قبل ما يوصلوا مصر، وبدأت حملته على الشام. الجيش الفرنسي احتل مدينة يافا بعد مقاومة عنيفة. نابليون عمل مجزرة بشعة، قتل حوالي 4000 جندي عثماني بعد ما وعدهم بالأمان. بعد كده وصل نابليون لمدينة عكا، وكان القائد هناك كان أحمد باشا الجزار، راجل عنيد وقاسي جدا لكنه كان بطل قومي. نابليون حاصر عكا، لكن عكا كانت محمية بأسوار قوية ومدعومة بالبحر من الأسطول البريطاني اللي كان بيزودهم بالذخيرة والسلاح. واللي زود الموضوع أكتر إن الجنود اتصاب أغلبهم بالطاعون، وده خلى نابليون ينسحب من الشام. وده كان انسحاب قاسي جدا لأنه ساب وراه الجنود المصابين كلهم. وبعد ما رجع نابليون مهزوم من الشام، اكتشف إن في جيش عثماني ضخم نزل في بوقير. وقتها جمع نابليون كل قوته وهزم الجيش العثماني هزيمة تقيلة. وبعد كده وصلت أخبار وحشة لنابليون من فرنسا، إن الحكومة بقت ضعيفة جدا والنمسا خلاص على وشك إن هي تهاجم فرنسا. نابليون فهم إن مستقبله السياسي مش في مصر لكن في الفوضى بتاعت باريس، وقرر إن هو يهرب في السر، وساب قيادة الجيش بتاعه لكليبر. وبعد كده هرب على سفينة صغيرة في 1799، وساب جيشه متحاصر في أرض غريبة. وسنة 1801 الجيش الفرنسي استسلم للأتراك وبريطانيا، وطلعوا من مصر بالكامل. الحقيقة الحملة دي فشلت عسكريا، لكن نجحت في شيء تاني، إنها تصحي مصر وتفوقها. العلماء الفرنسيين اللي جابهم نابليون عملوا كتاب وصف مصر اللي كان موسوعة ضخمة عن كل التفاصيل، تاريخ وزراعة وآثار. ده اللي عرف أوروبا على مصر القديمة والحديثة. واكتشاف حجر رشيد كان هو المفتاح لفك أسرار الهيروغليفية. مصر شافت ضعف المماليك وشافت قوة التنظيم الأوروبي، ودي كانت البداية لنظام جديد وخلافة محمد علي بعد كام سنة، وبدأت مصر الحديثة. ودي كانت قصتنا النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك.